أريد أن أعرف منك يا صديقي لماذا تتكبر؟ ألم تسمع في سورة غافر فبئس مثوى المتكبرين، وفي سورة زمر أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وألم تسمع عن جاه فرعون الذي أغرقه الله وجعله عبرة لنا بقوله فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية؟ وألم تسمع عن مال قارون الذي خسف به وبداره الأرض؟ وألم تسمع عن نمرود الذي كان ملكا فأذله بعوضة؟ وألا تعلم يا صديقي إن ما في بطنك بعد أن يخرج يسمى النجاسة؟ وألا تعلم يا صديقي بأنك في سورة الحج لا تستطيع أن تخلق ذبابة، وإذا سلبت منك شيء لا تستطيع أن تسترجعها؟ وهل أنت يا صديقي من كتبت النظرية النسبية لهذا الكون الذي وضعها ألبرت أينشتاين؟ فأريد أن تعلمني يا صديقي لماذا تتكبر؟